واحد السلام عليكم متتابعيني الأحباء، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا أحسن حال. اليوم أنا كنشارك معكم روتين جديد، ولكن فيه كلام يهمكم بزاف إن شاء الله. اللي بغى طبعا، فأنا غادي نتكلم شوية هنايا في هذا الفيديو على نجاحات ديال اليوتيوب، وعن خبرة وعن تجربة. أنا ما تعلمت حتى شي حاجة غير أنني معلمة شخصيا من قناة ديالي شخصيا، فحبيت نشارككم بعض الآراء وبعض الاقتراحات. وعلى فكرة، صراحة فكرت في واحد القضية، ما كرهتش انه الا كانوا شي نساء بغاو يديروا اليوتيوب وكانوا محتاجين حتى هما يخدموا على راسهم. فكرت قلت مع راسي ندير لهم شي خدمة مجانية، ولكن العيالات فقط. سمحوا لي طبعا، لانه هنا المشكله كاينين شي رجال غادي يبغوا يقول لك انا بغيتك تعاوني معايا، تعطيني شي افكار انك عندك الخبره شويه وانت جربتي، يعني ممكن تفيديني بها. ولكن في الاخر اصدق يهضر على موضوع اخر. فانا هنا كنقول اي وحده شافت هذا الفيديو كانت باغيه دير شي قناه، فمرحبا وسهلا، يعني تقول لي في التعاليق نعطيها النمره تدخل عندي الخاص الواتساب، وأنا نتعاون معاها في سبيل الله مجانا. لأنه أنا دزت في واحد الصعوبات شوية الصراحة. مني تنقول الصعوبات، فالصعوبات كتكون غير إنسان اللي ما معلمش. أنا درت خطأ وما تفرجتش في الناس المعلمين القنوات صراحة. دخلت مباشرة على القناة بلا ما نعرف لا هنا لا لهيه. ولكن هذا غلط، يعني الإنسان اللي بغى يدير قناة على اليوتيوب، اول حاجه كيخصك ديري او دير، سواء مرا ولا راجل، انك تفرج في شي انسان كيعطي التعليمات على القنوات. كاينين الناس كتار وما شاء الله عليهم، ومنهم واحد السيد حتى هو ما شاء الله عليه، صراحه عنده ما يتقال حتى هو، وثقه ثقه ثقه تامه. انا عطيت له القناه وهو دخل وخدم لي القناه وما شاء الله عليه، الله يجازيه بخير. اللي بغى حتى هاد السيد انا ننصحو به، نعطيه الانستغرام ديالو، ولا اللي بغى وتواصل معاه، واللي بغات انا نتعاون معاه. يعني انسان الا كاين الا كيعطيك التعليمات بحال هكذا، كيعطيك المعلومات كتكون عارفهم من قبل باش ما تطيحش في الاخطاء اللي انا طحت فيهم. اليوتيوب كيقولوا عفوا الناس بانه صعيب، ولكن الصراحه اولا ما صعيبش. فين كيكون صعيب؟ فاش تديري الخدمة من راسك، يعني كديري غير داكشي اللي بان ليك، اولا كتكوني مازال ما فاهماش. هنا فاش كتكون القضية صعيبة، وباش ما كتزيدوا كتكونوا زبانين كتأخروا. هذه نقطة أخرى مهمة. يعني اللي فهمت أنا من هاد العام ونص اللي دوزت أنا على اليوتيوب، السرعة ما خصش إنسان يكون مسرع أنه باغي يربح. لأنه طبعًا أي وحدة أي واحد كيديروا القناة راه كيكونوا مستعجلين، وأنا استعجلت. ولكن بصراحة يعني عرفت هذا الشيء أنه مؤخرًا أنه كيبغي داك الشيء الصبر، 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 والخاطر، والتعليم. التعليم أول حاجة كيخصكم تكونوا معلمين شوية، تكونوا معلمين باش تعرفوا كيفاش، يعني كيفاش غادي نتمشاو، وكيفاش تعرفوا السياسات ديال اليوتيوب، شنو هو المسموح شنو هو ما مسموحش. زائد نقطة أخرى وكذلك هي الأهم من هادشي كامل، أشنا هي الموسيقى. الموسيقى ديال الأشخاص، وطبعًا المحتوى ديال الناس وداك الشي، والموسيقى إلا بغيتو ديروا الموسيقى هنا كنصحكم بالموسيقى ديال المكتبة، مكتبة ديال اليوتيوب فقط. بالنسبة اللي ما عارفش هاد الشي ديال المكتبة، أنا ممكن يعني هاد الشي ساهل، ممكن هو صراحة ما ساهلش للناس اللي يلاه بادين. أنا بصعوبة باش قدرت ندخل لهاد المكتبة، ولكن عادي يعني ممكن بغات نعاونها في هاد القضية مرحبا. والمحتوى ديال الناس اللي كتجيبوا المحتوى ديال الناس زعما باش تقولوا راه طلعوا به القناة ومن بعد ديروا خاص، فيديوهات اللي هما ما خدامينش وتقولوا غنديروهم خاص، فحتى داك الخاص راه يعني ما شاء الله باش تجيو ديروها باليوتيوب راه ما يمكنش. يعني
واحد القناة هي اللي هي فوق كل القنوات وما شاء الله عليها، يعني راه ما يقدرش واحد يديرها بها، راه حتى هادوك الفيديوهات الخاص راه ما خدامينش، كتخليهم خاص كتدفع القناة المراجعة، فهما حتى هادوك الفيديوهات اللي كيكونوا خاصين راه كيشوفوهم، وبالتالي ما غاديش تقبل لكم القناة وتعذبوا على والو، يعني من الأحسن محتوى حقيقي ما فيهش مخالفات، ويعني كما نحطوا الفيديوهات من بعد تكون الفيديوهات كما هي، وندفعوا القناة المراجعة، ولا كتب لك الله شي حاجة راه في الرزق ديالك توصلك. وكيف ما قلت لكم أصدقاء، يعني اللي زربان وباغي يحقق الربح بلا ما يمشي لليوتيوب، لأنه اليوتيوب تيبغي الصبر.